السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نركز كده الدنيا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده احنا موضوعنا هنتكلم عن ان 18. هنربطها مع لافيبل. هنربطها مع تليجرام. حلو. وهنبدأ اللي احنا ندiscover يعني ايه لو كود بلاتفورم من الاساس. مبدئيا انت ممكن تدخل على ان 18 يعني هنا، تعمل سيرش عشان تبدأ انك تطبق معايا الكورس. هتروح داخل هنا وهيديك 15 يوم بارتنر كي. هيديلك 15 يوم. ال 15 يوم دول هتقدر من خلالهم ان انت يعني تطبق اي ورك فلو من الورك فلوز اللي انا هقول لك عليها دلوقتي. طيب. اللي انت شايفه قدامك ده هو ده الورك فلو. الورك فلو بيبدأ باكشن، سواء كان ويب هوك او listening على ويب هوك، وبيترد عليه بويب هوك او بيترد عليه بليسننج على الويب هوك. بتربطه بتول الاي اي ايجنت بتاعك اهو. لو دخلنا عليه كده هتلاقي ان هو مربوط بياخد الجيسون بادي بتاع المسج. حلو. تمام. وبيتكلم، وهنا البرومت بتحطه. تمام. اقفل دي كده. تربطه هنا بتول. انا مثلا ربطه هنا بينيكون فيكتور داتابيز. تربطه بالفيكتور داتابيز. بتحط هنا الكيرتيشنز بتاعتك. يعني انا عامل كيرتيشنز ومؤسسها، ممكن اغيرها في اي وقت، مش مشكله خالص. اغيرها من هنا بالطريقه دي. هقول لك كل حاجه وطريقتها بالظبط، ما تقلقش. وتقول له ديسكريبشن ديت. تحط له البينيكون اندكس، اللي هو الاندكس بتاع بينيكون. لو فتحنا هنا قلنا مثلا بينيكون، دخلنا على بينيكون وعملنا ساين ان. الدنيا بطيئة شوية أنا عارف، بس كل حاجة تبقى سريعة إن شاء الله. هو أنا بيدخل. أنا عايز أدخل باستخدام جوجل. دخلنا باستخدام جوجل. حلو. هنا الاندكس بتاعتي. أنا عامل اندكس للثيرابي، وعامل اندكس للبيانات. لو دخلنا هنا مثلا، ده الاندكس اهو، ده النيم سبيس بتاع البيانات، ودي البيانات الداتا بتاعتنا اللي انت هتعمل لها ليستنج جوه البينكون داتا بيز، فيكتور داتا بيز. طب ايه الفيكتور داتا بيز، وايه هو الراج، وايه هو الايجنت؟ طيب وازاي ربطته مع ايجور مثلا هنا اهو. يعني ايجور هنا مثلا اهو بيتربط في كرديشنز معينه بياخدها. طب دي عباره عن ايه لاي؟ ديت ايجنت معينه. طب انا لو عايز اغير الايجنت واخليه جيميناي هنعمله ايه؟ كل التفاصيل ديت هنتكلم عليها ان شاء الله النهارده. خلي دي هنا تحت. خلينا نبدا من هنا. بص يا معلم، احنا اول حاجه محتاجين اللي احنا هنقوله، اللي احنا محتاجين اللي احنا هنعمله تليجرام. اول حاجه محتاجين احنا نعمله تليجرام. اتاكد بس هو بيسجل. طيب. في حاجه اسمها بوت فازر. بوت فازر دوت فيه اكتر من 3 مليون واحد بيستخدموه تقريبا. الفكره فيه اللي انت ممكن من خلاله تعمل حاجه اسمها توكن. لو جينا هنا وقلنا، بص بقى اقول لك تعمل ايه. نيو بوت. لو قلت له هنا داش نيو بوت، قرب لك الدنيا عشان تشوف. البوت ده هنسميه ان 10 ريكاب. طيب. لازم اختار يوزر نيم اخره كلمة بوت، يبقى ان 10 ريكاب كورس واخره كلمة بوت. اتكريت. اتكريت اهو. اول ما بيتكريت تاخد ده كوبي، وبعدين هتروح رايح هنا للويب هوك. تاكي كنترول كنترول
بعد ما تتك كنترول تسحب براحتك. الكنترول هتتحكم في الويدجت دي براحتك. هتعمل هنا ديليت وهتعمل هنا ديليت. طيب هنعمل ايه بقى؟ اول حاجه انت محتاجها، انت عايز تعمل تليجرام شات بوت، مظبوط كده؟ مظبوط. هتروح جاي كاتب له هنا التليجرام وتروح دايس عليها. طيب في حاجات كتير هنا بقى، يعني هنا في حاجات كتير، فاحنا محتاجين on call back query on edit on infinity query on message. انا محتاج on message اهو، on message تليجرام تريجر on message. يعني ايه on message؟ يعني اول لما الرساله تتبعت احط له التوكن الجديد بقى بتاعي. تمام، التوكن الجديد بتاعي مش التوكن القديم، التوكن الجديد، وهسميه هنا ان 200 ريكاب اي بي اي. ماشي، بس سيف. ممتاز، هو كده اشتغل. تريجر اون مسج. بعدين اروح جاي رابطه بالاي اي ايجنت. الاي اي ايجنت اجيبه منين؟ هقول لك دلوقتي. اي اي ايجنت بالطريقه دي كده. طيب كونكت شات تريجر نود، لا، ديفاين بيلو. البرومت بتاعي بقى عباره عن ايه؟ هقول له يو ار اي اي اسيستنت نو has a knowledge about everything at the code platform. تمام، بس هو ده اللي احنا محتاجينه. اربط ده بقى بده. تمام تمام. طيب دلوقتي الحاجات ديت عندي بس انا مش هستخدمها دلوقتي. الحاجات ديت عندي بس انا مش هستخدمها دلوقتي، وهقول لك ليه مش هستخدمها دلوقتي. آه... خلينا نكمل الفيديو الجاي ان شاء الله.